السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ النهاردة يوم عجيب وغريب. عجيب أوي، عجيب أوي والله، وغريب أوي. النهاردة نادي الزمالك، مش هقول بقى نادي الخدامين، هو نادي الزمالك ماشي. بقياداته، بإعلاميه، بمسؤولينه، بجماهيره، بكله بيعلنوا رسميا انتهاء اسم الزمالك من الساحة الرياضية، وإن في دلوقتي الزمالك ب، أو اللي هو الزمالك الأصلي بقى، اللي هو فريق بيراميدز. تخيلوا إن النهاردة بدل ما يبقى يوم حزن عام بين أفراد الزمالك والدنيا، مش يعني يبقى في سواد، ان فريق زي فريق بيراميدز ما بقالوش 7 سنين، 7 سنين في الدوري، فيحصل على بطولة كأس افريقيا للأندية ابطال الدوري، اللي الزمالك بقاله 23 سنة مش عارف يحصل عليه. تخيلوا، فريق بيراميدز اللي من 23 سنة كان نادي الأسيوطي، الله اعلم اذا كان في نادي الاسيوطي ولا لا، الله اعلم يعني. من 23 سنه ما كانش حد يفتكر ولا حد يعرف ان في حاجه اسمها الاسيوطي يعني. النهارده ياخد كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري، الاعلاميين والصحفيين بتوع الزمالك يطلعوا والله العظيم، والله انا ما مصدق، يطلعوا يكيدوا في الاهلي ويقول لك النهارده بيراميدز خد مكان الاهلي عشان خد بطولة افريقيا للانديه ابطال الدوري. يعني اذا انتم معترفين بلسانكم وبفكركم وبعقلكم اللي مش موجود اصلا ان ده المكان الطبيعي بتاع النادي الاهلي، اللي هو انه يبقى بطل ابطال افريقيا للانديه ابطال الدوري في قاره افريقيا. فعشان كده النهارده بيراميدز خد مكان الاهلي، لكن هل هو خد مكان الزمالك؟ لا. ليه؟ لان مفيش زمالك. ما انا مش هينفع اقول مثلا ان بيراميدز خد مكان الزمالك اللي اصلا مش موجود، لان خلاص يعني لا شخصيه ولا قياديه ولا اي حاجه تخص الزمالك بقت موجوده. اللي موجود دلوقتي على الساحه بيراميدز، فهو بيراميدز فعلا خد مكان الاهلي، ما خدش مكان الزمالك، لان مفيش زمالك. بح زمالك هوا، هوا. وبيقولوها دون حمرة خجل، يعني الإعلاميين بتوع الزمالك والإداريين بتوع الزمالك وكل جمهور الزمالك اللي راح النهاردة سلم نفسه تسليم أهالي لفريق بيراميدز مقابل 500 جنيه كل واحد راح حضر الماتش وتيشيرت وبتاع. هتقولي طب ما كان في جماهير للاهلي في الاستاد؟ اه كان في جماهير للاهلي في الاستاد، كانوا رايحين يشجعوا جنوب افريقيا، كانوا رايحين يشجعوا بيراميدز، اسمها ايه دي، سان داونز. طب هو ده ادب واخلاق انك تشجع فريق بره بقى؟ انا حر. اه ادب واخلاق وكل حاجه، انا حر اشجع سان داونز ضد بيراميدز، انا حر. يعني كان نفسي بيراميدز يتغلب من سان داونز، حتى يعني انا مش بقول عن نفسي، ولكن حتى لو انا كنت عايز كده برضه انا حر، انا حر في قراراتي وفي تفكيري وقناعاتي، زي ما انت حر بالظبط انك تقتل فرقتك، تقتل فرقتك وتمحوها باستيكة من الوسط الرياضي ومن التاريخ، وتحط مكانها بكل جبران خاطر وبكل ابتسامة بيراميدز يبقى مكان الزمالك، وانت موافق جدا. النهارده المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك حماده حمودي، حماده سالم، بيقول لك في تصريح يضحك قوي ويبين قد ايه العقليه بتاعت الزملكاويه المحترم. ده المتحدث الرسمي للزمالك بيقول لك يا بيراميدز، بيوجه رساله بيراميدز: احنا النهارده عملنا معاك الواجب وزياده، منتظرين منك رد الجميل يوم 5/6 في نهائي كاس مصر. اللي هو ايه حضرتك؟ يعني اللي هو ايه رد الجميل؟ ما انا عايز افهم
ان بيراميدز يسيب لك بطولة الكاس، يبقى قابلني، يبقى قابلني. يعني انت بتطلب من البيراميدز، انا وقفت معاك النهارده عشان يوم 5/6 هتسيب لي مباراة الكاس، يبقى قابلني. ليه يبقى قابلني؟ مش امنيات، ولكن هي دي الحقيقة. يعني فرقة داقت طعم الفوز وهي ارض ناشفة مشققة، ما فيهاش مصدر ري. بطولة كاس مصر اللي خدتها قبل كده دي لا تسمن ولا تغني من جوه. فخدت بطولة افريقيا، يعني فيضانات، فبالنسبة لها فيضان. فترجع تاني للجدب والنشفان؟ لا لا لا، هيبقى عندها نهم انها تاخد كاس مصر. ولما تلعب في الدوري الجاي ان شاء الله هيبقى عندها نهم شديد جدا انها تاخد الدوري، عشان تلعب وتبقى خدت معظم البطولات وتبقى متأسية بالأهلي. يعني في شبه بقى، أنا خدت البطولات كلها. طبعا هي لو يعني بيراميدز لو عملت إيه عشان تتشابه بالاهلي او تتساوي بالأهلي، ده استحاله، استحاله استحاله. يعني احنا مش شاغلين بالنا بالموضوع ده. انتوا ممكن تشغلوا بالكم، لا برضه والله انتوا مش شاغلين بالكم، ما انتوا سلمتوا المراكز بتاعتكم كلها لبيراميدز. حتى بطوله افريقيا اللي انتوا مش عارفين تاخدوها، واللي انتوا قدامكم كمان 23 سنه تاني عشان تفكروا تشتركوا في بطوله افريقيا مش في الكونفدراليه، فسلمتوها عادي البيراميدز. فعادي جايين النهارده الزملكاويه يقولوا لك إيه، الاهلي عنده غل كروي وغل رياضي، ونزل اعلان بتاع ضم تريزيجيه للنادي الاهلي لسه دلوقتي، مع العلم ان الاهلي ماضي مع تريزيجيه. لسه دلوقتي السبب يا حبيبي، لان تريزيجيه لسه مخلص الدوري في قطر وجه مصر، فعملنا الاعلان وبعدين نعمل الاعلان النهارده ساعة إعلان بيراميدز بطل أفريقيا نعمله. إحنا أحرار، أنت مش والي عليا ولا واصي عليا، أنا أعمل اللي أنا عايزه على مزاجي. وبعدين أصلا بطولة أفريقيا السنة دي اللي هو بيراميدز خدها مش في دماغنا، مش في دماغنا إحنا خالص. ليه؟ لأن دي فرقة لسه وليدة وخدت بطولة وحيدة، فاهم أنت؟ فإحنا 12 بطولة، يعني إحنا في كوكب وهم وانتوا كلكم في كوكب تاني، فاهم؟ مش في دماغنا. يعني مش حاطين الاعلان ده عشان، ولو حاطينه عشان كده انا بوري لك نفسك وحجمك وحجم بيراميدز. انت شوف حجم مشاهدات احتفال بيراميدز بنهائي كاس افريقيا، وشوف حجم مشاهدات فيديو الاعلان عن تريزيجيه، يعرفك انت مين، ويعرفك بيراميدز مين، ويعرفك الاهلي مين. يعني بنقول لك هو بالادب وبالاحترام وبكل طرق الادب، ما تفكرش انك تحط اسمك معانا في جمله مفيده. انا الاهلي. شوف كم مليون مشاهده من ساعه ما آه نزل الفيديو بتاع تريزيجيه الفتى الذهبي للنادي الاهلي في تاريخ، يعني في وقت اعلان ان بيراميدز بقى والله ما عارف انطقها، يعني مش متخيلها، بس هو ده اللي حصل عادي، بقى بطل افريقيا. شوف ده عمل كام الف مشاهده وده كام مليون مشاهده. ده الاهلي، ده بيراميدز، وده الزمالك. الزمالك اللي بيقول لك فيه 80 مليون زملكاوي في مصر. طب فين ال 80 مليون دول في المشاهدات، وفين ال 80 مليون دول في التفاعلات في ان بيراميدز؟ انت النهارده بالله عليك كزملكاوي، انا اسف يعني انا اسف، كزملكاوي حاسس ان في فرقه في مصر خدت بطوله افريقيا؟ طب هنشيل بقى، نغير الكفه والمنظر، نشيل بقى بيراميدز ونحط الاهلي. طبعا كلنا شفنا السنه اللي فاتت، وانا كنت في الاستاد السنه اللي فاتت في نهائي كاس افريقيا لما رامي ربيعه جاب الجول وكسبنا كاس افريقيا. الدنيا كانت عامله ازاي والنهارده عامله ازاي؟ هو ده الاهلي، وهم دول بيراميدز وخدامينه اللي هو الزمالك. ايوه خدامينه، ايوه الزمالك خدام تابع ذليل لبيراميدز وخلاص. يعني هو الموضوع بقى اذا لم تستحي فافعل ما شئت، ده بقت نادي الزمالك لاذا لم تستحي فافعل ما شئت، مش الوطنيه والكرامه والكلام العبيط اللي هم بيقولوه ده. نادي الزمالك لاذا اذا لم تستحي فافعل ما شئت، والزمالك يلهيك واللي فيه يجيبوا فيك، رسمي، خلاص انتهت القصه.
لكن احنا كاهلاويه زعلانين؟ لا احنا زعلانين بس ان الاهلي ما خدش البطوله السنه دي. يعني احنا في 6 سنين واخدين بطوله 4 مرات. انت بقى من 23 سنه لغايه دلوقتي خدت البطوله؟ لا. خدت ايه؟ خدت فيها وهتاخد فيها لمدة 23 سنة تاني. بس مش بإيد الأهلي بقى، احنا خلاص زهقنا. يعني احنا زهقنا نديك فيها من زمان. ظهر لك بقى ايه؟ حد تاني بيظهر بصورة المشارك ليك وصديقك وبتاع، وهو سيدك وانت خدامه. هو سيدك وانت خدامه، بس انت برضو خدامه مش ببلاش، انت بتاخد المقابل بتاعك وتستاهل ده. وده كبيرك بقى خلاص. يعني انت اقتنعت تمام الاقتناع ان انا ده مجالي بقى، ان انا ابقى خدام بيراميدز وخلاص. اللي هيرمولي انا موافق عليه، لكن ما احاولش ابقى زيه. وطبيعي عمري ما هبقى زي الاهلي. سلام عليكم.